عن هذه الأجواء وهذه الدفعة ربما المعنوية، ماذا عن الأمور التكتيكية والاختيارات بالنسبة للمباراة المقبلة؟ نعم، مساء الخير معز. بالنسبة للاختيارات التكتيكية والفردية للمدرب رابح سعدان سيقوم ببعض التغييرات في تشكيلة المنتخب يوم مباراة انجلترا. سيكون هناك اللاعب مطمور سيدخل كرأس حربة، واللاعب بودبوز سيكون أساسيا في هذه المباراة. تشكيلة المنتخب الجزائري إذن شوشي رغم إصابة اليوم سيكون حاضرا بنسبة 99% في هذه المباراة. الطاقم الطبي للمنتخب الجزائري أكد ذلك منذ قليل للجزيرة الرياضية. إذن التغيير الوحيد الذي سيحدث هو دخول بودبوز كأساسيا ومطمور كرأس حربة. على كل معنا عبد القادر غزال للحديث أيضا عن مباراة انجلترا ومباراة سلوفينيا تحديدا التي أسالت الكثير من الحبر. كادر أبخي سو ماتش دو سلوفينيا المباراة أمام سلوفينيا كيف تشعر؟ هناك تحسن إذا تجاوز هذه بالرغم من أنها كانت لحظات صعبة جدا، لأنني حصلت على بطاقة حمراء أضرت بالفريق، لكن أنا محظوظ لأن لدينا مجموعة كانت معي وتشجعني وأشعر أنني أنتمي إليهم وأدافع عن الجزائر. هناك كثير من الأشياء التي قيلت حول هذا الوضع وتلك البطاقة الحمراء وعن موقفك أيضا قبل دخول الملعب، لأنك كنت احتياطيا في هذه المباراة. كان لديك هذا رد الفعل، كيف كانت الأمور؟ لا كنت في حالة جيدة من الناحية النفسية، وكنت عارف أنني لن ألعب، إذن ليس لذلك أي دخل. هذا الكلام خاطئ. كل ما هناك أنني أدخل برغبة شديدة ربما في أن أسجل الهدف، وهذا ما أضر بي. شكرا عبد القادر. معنا أيضا رفيق جبور الذي كثير من الأشياء أيضا قيلت حولك أنت. بالنسبة لكدر ما رأيك أنت؟ على أي حال الجميع يعرفون ما رأيي في كدر والطرد الذي حصل عليه. بالنسبة لي أنا أعرف ما هي الكلمة التي قلتها. أنا هناك أشياء كثير لم أقلها عن زملائي، وأكيد أن طرده لم ينفع يخدم مصلحة الفريق وهو يعرف ذلك جيدا، لكن نحن نتكلم في، وهذا طبعا ليس كلاما يقوله زميل في الفريق، هو أخ لي وأنا أقدره جيدا كثيرا في لعبه كمهاجم، وأفهم أيضا أن كونه لم يبدأ المباراة، لكن كانت تلك اللحظات الصعبة ودفع ثمنها، لكن هذا هو. إذن كان هذا الثنائي عبد القادر غزال ورفيق جبور، وتأكدوا بأن أغلب لاعبي المنتخب الجزائري أمامي الآن يرقصون ويقومون بحركات بهلوانية حتى يضحكون زملائهم وأنا كذلك. على كل عودة إليك معز، نتمنى أن تكون هذه الأجواء حاضرة بعد مباراة إنجلترا، ولكن واضح أن المعنويات في تحسن ومعنويات مرتفعة. شكرا جزيلا لك وشكرا لضيفيك محمد.